تعتبر دولة نيجيريا من أوضح الأمثلة على خطر الخلايا الصفوية ودورها، حيث تقاسمت تلك الخلايا الأدوار فيما بينها، وأثمرت جهودها عن تشييع 4 محافظات كاملة يسكنها حوالي 25 مليون نسمة. فقد بدأ ظهور التشيع في نيجيريا من خلال خلايا ثقافية انتشرت بين طلاب المدارس والجامعات الذين هم في الغالب يدرسون في تخصصات غير العلوم الشرعية كالطب والقانون والاقتصاد وغيرها، ولذلك كانوا قليل المعرفة بالإسلام وتاريخه وعقائده وسائر علوم الشريعة الأخرى، وهذا ما جعلهم لقمة سائغة لتلكم الخلايا المتربصة. فمن خلال الشعارات البراقة كتحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود ومقارعة أعداء الله ورفع الظلم عن الشعوب المستضعفة إلى غير ذلك من الشعارات اللامعة، انخدع كثير من شباب نيجيريا وابتلعوا الطعم، وكان من بينهم شاب يدعى إبراهيم يعقوب الزكزكي، والذي برز اسمه بين عشية وضحاها بسبب رفضه الخدمة العسكرية الإلزامية، وبات واحدا من قيادات الشباب في نيجيريا. فاقتنصت الخلايا النائمة هذا الشاب المتحمس ووجهت له دعوات متكررة إلى طهران، وهناك تم تلقينه تعاليم التشيع وعقائد الرفض، وقام الزكزكي بجذب الأتباع من خلال الشعارات البراقة، وبدأ هو وأتباعه يخرجون في مظاهرات حاشدة في المناسبات الشيعية كيوم عاشوراء ويوم القدس وغيرهما، وهو في كل ذلك يستعمل التقية ويخفي تشيعه، مما جعل كثيرا من المغفلين والبسطاء يتبعونه في سكوت أكثر العلماء، فازدادت شعبيته ونشر تعاليم الشيعة وعقيدة الرفض طوال الثمانينيات وصدرا من تسعينيات القرن الماضي. ترافق ذلك مع نشاط كبير للخلايا الدبلوماسية، والتي قدمت المنح الدراسية للشباب للدراسة في معاهد وجامعات طهران، فأوفدوا بعثات تعليمية كثيرة. تخرج بعض طلابها ورجعوا إلى نيجيريا حاملين عقائد الرفض، وعملوا على نشرها في أوساط العامة، وقاموا بتأسيس جريدة الميزان التي تعد أقوى صوت إعلامي وسياسي لدعوة الرافضة في نيجيريا، وهي صحيفة تصدر بلغة الهوسة ذات الانتشار الواسع بين مسلمي نيجيريا. كما أنشأوا مواقع الإنترنت باللغة المحلية وباللغة الإنجليزية، وقاموا بشراء ساعات البث في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة لبث عقائدهم. وقد أدى ذلك إلى نشوء شبه تحالف بين الصوفية والرافضة في وجه أهل السنة. كما استفادت تلك الخلايا من نشاط حركة بوكو حرام المتطرفة عبر استغلال التفجيرات التي تنفذها تلك الجماعة في تنفير المسلمين من أهل السنة، وهو ما أكده إبراهيم الزكزكي في حوار مع صحيفة الدار الكويتية، حيث قال إن إحدى الحركات المتطرفة خدمت الشيعة وساهمت في انتشار التشيع في نيجيريا أكثر من خدمة علماء الشيعة. فهل يدرك المتطرفون والتكفيريون أنهم يسيئون للإسلام أكثر من أعدائه؟ أعود إلى شيخي الشيخ محمد من جديد. يعني حقيقة التقرير يدمي القلب، وأتى بكل النقاط. استغلوا الحاجات، استغلوا فقر الناس، أيضا أتوهم بلغتهم، حاولوا تشويه صورة أهل السنة، استخدموا مشايخ الصوفية لديهم أو ما يسمى برموز الصوفية. هذه الأدوات التي يستخدمها الصفويون في التغلغل في المجتمعات الأفريقية الفقيرة. رأيكم؟ طبعا في عام 79 الذي قامت فيه الثورة الخمينية، لا يوجد في أفريقيا أي رافضي، يعني لم يكن في أفريقيا أي رافضي أبدا. يعني أفريقيا كانت يعني قارة أو يعني دول مسلمة، وتوجد دول فيها أقليات مسلمة أو أقليات غير مسلمة، لكن لا يوجد رافضة أبدا. التشيع لا تعرف أفريقيا التشيع، كذلك في أندونيسيا وفي غيرها من الدول. بعد ثورة الخميني بدأ طبعا قضية تصدير الثورة والدعوة لمذهب الرافضة بدأت في الواقع تعمل، والبعثات للدراسة وغيرها. ثم النتيجة هي مثل أندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، وأيضا إندونيسيا لا في نيجيريا. نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان،
وأكثر دولة أيضا حتى اقتصاديا يعني فيها بترول يعني. نعم. ومع ذلك أصبح الآن هذا العدد المخيف من الذين تشيعوا. طيب مثل ما ذكرنا التشيع